السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الخامسة من برنامجكم برنامج الميار شو. اليوم نحن مثل ما انكم ملاحظين معنا عند دوار المتنبي. كما تلاحظون في الكاميرا ازدحام شديد الآن ما قبل المغرب بنصف ساعة تقريبا. نمشي الآن. ركز لي يا عادل على بيصير بيكعك، ركز لي عليه. الله يرزقه. السلام عليكم. حياك الله. السلام. كيف الحال؟ والله الحمد لله بالسلامة الحمد لله. هلا معروك ولا سوق جلاوي؟ كل واحد ان شاء الله. واحد؟ انا وابن عمي ما حدا غريب ان شاء الله. الله يبارك خلي لي اياك يا رب. خير لفت انتباهي تجي يسلم عليك ورحمة الله عليك. الله يسلمك ان شاء الله. ما تعطى يا رب. من وين حضرتك؟ والله من يوم ادلب. ادلب نفسها؟ ايه الحمد لله. كيف شايف الاجواء الرمضانية بمدينة ادلب؟ والله ماشي الحمد لله، كله بخير وسليم الحمد لله. والله الحمد لله، افضل من هيك ما في. والله مبسوطين بكيفيه والله. الحمد لله. الله يديم علينا نعمه وكرم يا رب. اللهم امين يا رب. خلي خير مثلا هيك شو اسعار هيك شيء؟ تفضل. السلام عليكم. رمضان مبارك. وعليكم بارك طاعتك يا رب. طاعتك مبارك. خير اعمل له للشغله لفت انتباهي على البصيره وهيك، فحبينا نرد عليكم. يا ميت اهلا وسهلا. خير بشكل عام الاسعار والله مثل رمضان السابق ولا؟ والله هي لان احنا تقريبا يعني نفس السعر على هذاك رمضان. نفس يعني السعر. لانه غلينا اول رمضان ما انباع، فرجعنا على نفس السعر عم اول. يعني هاي نحن كنا عم نبيعها هذيك السنه ب 10 ليرات والسنه ب 10 ليرات، ما اختلف شيء. ما اختلف. الكبيره كنا عم نبيعها ب 20 السنه ب 20 عم نول نفس الشيء، نفس السعر. بس في فرق بالمعيشه. بالمعيشه كثير فرق، وحتى بالبضاعه زادت علينا كثير حقها. حسبي الله ونعم الوكيل. نسال الله الفرج القريب. امين يا رب العالمين. طاعتك اخ. طاعتك مبارك. حياك الله. الله يرزقك. اكثر الناس عم تشتكي من الضيقه الماديه او قله البيع او غلاء السلع. نسال الله سبحانه وتعالى الفرج القريب على جميع المسلمين يا رب. نتابع الجوله يلا. السلام عليكم. بارك طاعتك. طاعتك يا رب. حياك الله. ايد وردي. خير منين حضرتك؟ من ادلب من هون. ادلب من المدينه نفسها؟ نعم. سؤال صغير، الاسعار رمضان السابق نفس اسعار هذا رمضان؟ إيه. بما انه نحن هلا صرنا ب 10 رمضان. ايه نفس السعر. نفس السعر. نفس السعر، ما في اختلاف يعني. ما في اختلاف. طب بقية السلع؟ بقية السلع في اختلاف عليها؟ يعني بقية الاغراض او الاشياء الثانية في غلاء صار في اختلاف؟ والله ما عندي معلومة طابة. حياك الله، مبارك طاعتك. طاعتك يا رب. السلام عليكم. اخوتي المتابعين متابعين برنامج الميار شو، فضلا وليس امرا انا بدي منكم طلب بسيط انه تقترحوا علي اقتراحات بالتعليقات. تقول مثلا اخ ميار نحن بدنا تصورنا مثلا بالمكان الفلاني، او تسال الاسئله الفلانيه، او اي اقتراح اقدر اصنع لكم منه محتوى بالشارع في شهر رمضان المبارك. بس هيك اي شيء بيخطر ببالكم عم تفكروا فيه او انا حابين اعمل لكم اياه انا بالشهر الرمضاني بمدينه ادلب او ما حولها، بتمنى منك بس تكتب لي بالتعليقات وان شاء الله تعالى انا ما بقصر. نتابع. كم مرة صح عليه؟ 10 مرات. بيبقى كم مرة صح عليه؟ 10 مرات والله. واخر شيء سوا؟ هزم. اخر شيء سوا؟ هزم. 10 مرات صح عليه مشان عامل معه لقاء ومقابله، اخر شيء انهزم. لازم ولا لا؟ هزم والله. مبارك طاعتك. طاعتك. اشو؟ نرد عليك بس. حياك الله. لازم ورجي مباشرة. مبارك طاعتك. طاعتكم. رمضان كريم. الف شباب. كيف الاجواء الرمضانية؟ الحمد لله. في الحمد لله رب العالمين. اسعار؟ الحمد لله. في ارتفاع ولا لا؟ احسن من هيك ما ضل شيء. احسن من هيك متشرف؟ احسن من هيك بتشرك. ابدا. متشركين سمعت تشرك. كل شيء بدنا. غالي كثير، اسعار غالية على البشر هاي وما في شغل. لا في شغل ولا في عمل، لا في شيء الله خلقه في الدنيا. يعني اسعار نار اخي وشغل ما في، يعني هالشيء ليش كلياته؟ عم نطلعك والله العظيم ايش الواحد ما يشتغل ما عم يتوفيه، اللي اشتغل عم ينكسر واللي ما اشتغل عم ينكسر.
الحمد لله على كل حال. الحمد لله. مبارك طاعتكم ان شاء الله. بس انا تنهسيم صحت لي 100 مره وانتويني وامبارح وجيت لعب معك المقابله اليوم تنهسيم. حياك الله. السلام عليكم. على الشباب. خيو من شيء يومين نادالي، امبارح نادالي ومن شوي نادالي لما شافني انه بده يعمل لقاء، لما جيت لعنده انهزم بس طلع معنا بنتابع. شلونك؟ مبارك طاعتك. جاي رمضان عليك بس وتحكينا على اجواء رمضان بإدلب. مثل ايش نحكي؟ يعني هلا انت صار لك شهرين جاي على ادلب ما؟ ايه كيف شايف الوضع بإدلب؟ خرج واحد يستقر فيه ولا لا؟ الحمد لله ماشي. يعني مبسوط؟ ما قلنا لا, لا والله. وين كان احسن لك برا؟ اكيد ليش برا احسن هنا؟ ككل شيء، كظروف معيشية، ككل شيء، كفرص عمل، كدخل، ككل شيء احسن. انت جيت من جيتك فتحت هون صح؟ ايه شلون دخل مادي هون؟ والله يتناسب ترضى مع المعيشي يعني؟ لا 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 لا. اكيد لا. حتى معيشي لا. يعني شو تنصحني؟ اطلع ولا ضل هون او تنصح المتابع؟ انصح هاجر. بيقدر اطلع بتقدر اطلع. قوي قلبك اولى. بس ما بنصحك بتركيا تطلع تركيا لانه ظروفها مثل ظروف هون اكيد. تطلع على غير دول. يعني اذا بدك تنصح حدا يطلع وين يطلع على الدول الاوروبيه مثلا على اليونان؟ ايه اكيد على الدول الاوروبيه. انت ناوي تشد هالشده هاي؟ ان شاء الله اذا صح لنا بقى فرصه. ان شاء الله. حياك الله ومبارك طاعتك. السلام عليكم. نسال الله سبحانه وتعالى الفرج وان تكون سنه خير وبركه على جميع المسلمين يا رب. ولهون بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم مع برنامج الميار. شو بتمنى منك اذا كنت جديد على القناه تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، واذا ما حطيت لايك لهذا الفيديو بتمنى انك تحط لايك وتكتب لي بالتعليقات اقتراح او راي يمكن يفيدني لأطور المحتوى. كان معكم اخوكم ميار ناصر من قناه الميار. كل حب والاحترام. سلام.